رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة رمضانكم وش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا تصوموا بالصحة والعافية إن شاء الله. مرحبا بكم في عدد جديد في حصة بعنوان أسئلة عامة اللي راح تجيكم على صفحة خنشلة الواعية وراح تشوفوها كل يوم في هذا الشهر الفضيل. اليوم راح نسألوا المواطنين وهل ممارسة الرياضة في شهر رمضان أحسن ولا في الإفطار أحسن؟ تابعونا في صفحة خنشلة الواعية. السلام عليكم. وش حوالك؟ لاباس؟ صحة رمضانك؟ تصوم بالصحة والعافية إن شاء الله. وش اسمك؟ جواد طيب. الله يبارك ما شاء الله. سنة وش تقرأ؟ ثاني متوسط. ربي يبارك ما شاء الله. أنا نشوف فيك دير سبور هنايا. يعطيك الصحة راك ناشط. شحال عندك تدير في السبور هنايا؟ الله يبارك ما شاء الله. جواد راح نسألك سؤال واحد. هل الرياضة في شهر رمضان أحسن أو في الإفطار أحسن؟ علاش؟ واش تحس في روحك كي تمارس رياضة في الشهر الفضيل؟ نشاط. ربي يبارك ما شاء الله. ربي يوفقك. جليل صحة رمضانك وش يدير خويا؟ الحمد لله يا رب العالمين. صحة رمضان. الله يسلمك شهر رمضانك والعائلة الكريمة كل الصحة والعافية إن شاء الله. ربي يبارك فيك إن شاء الله. الحمد لله. نشوف فيك ناشط ما شاء الله. دايما الرياضة. يعطيك الصحة ربي يبارك فيك إن شاء الله. إن شاء الله. خويا سفيان معك حصة أسئلة عامة واللي راح تجي على صفحة خنشلة الواعية في الفيسبوك. خويا سفيان حبينا نطرحوا عليك بعض الأسئلة في الرياضة. ويعني إذا أمكن تجاوبنا عليها بكل صراحة. إن شاء الله بصراحة تامة. ما شاء الله. شحال عندك تتمارس الرياضة؟ الرياضة منذ الصغر، منذ 12 سنة في عمري، الآن راني 23 سنة. ربي يبارك ما شاء الله، يعني مدة. مدة. مليح. وش هو الرياضة نتاعك المفضلة؟ الرياضة المفضلة كرة القدم. كرة القدم أفضل رياضة عندي. مليح. خويا سفيان راح نطرح عليك سؤال شو هو تجاوبني عليه بكل صراحة. بكل صراحة. أكيد. هل ممارسة الرياضة في شهر رمضان الفضيل أفضل ولا في أشهر الإفطار أحسن؟ هذا السؤال نجاوبك لعلمي. هو في أشهر الإفطار أحسن، لأنه في شهر رمضان الفضيل عند ممارسة الرياضة يتشكل حمض اللاكتيك الذي يؤدي إلى تشنجات عضلية. أما بالنسبة في أشهر الإفطار لا يتشكل هذا الحمض بسرعة، مما يؤدي إلى ممارسة الرياضة بطريقة عفوية ورائعة. يعطيك الصحة. يعني لما تمارس الرياضة في شهر رمضان تحس براحة أفضل. يعطيك الصحة، لكن العكس عبد الجليل. في رمضان تحس بتشنجات عضلية، لكن في الإفطار لا ما تجيكش تشنجات العضلية. يعطيك الصحة. ربي يبارك فيك. الصحة والعافية إن شاء الله. الله يعيشك إن شاء الله. لاباس؟ الحمد لله الله يعيشك. ربي يباركك تمارس الرياضة ما شاء الله. لازم. الحمد لله. دائما وابدا. معك حصة أسئلة عامة. متشرفين إن شاء الله. اللي راح تجي في صفحة خنشلة الواعية في فيسبوك. إن شاء الله. في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. إن شاء الله. راح نسألك بعض الأسئلة ويمكن أنك تجاوبنا عليها. شحال عندك تتمارس الرياضة؟ عندي مدة صافي لونطون مارس الرياضة ملي كنت صغير. ربي يبارك. يبارك في عمرك ما شاء الله. الله يعيشك إن شاء الله. يعطيك الصحة. سمعنا سبور مشيت لنا في الدم ملي كنا صغار. مليح. نسألك سؤال وش هو جاوبني عليه بصراحة. تفضل. هل ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك أفضل ولا في أشهر الإفطار أفضل؟ هو على كل حال دوكا تختلف ممارسة الرياضة من مثلا في رمضان. مثلا إذا تونتريني مسكيلاسيون ماشي كيما تونتريني في الفطار بعد. إذا تحب مثلا تريض عندك مسكيلاسيون تريض بعد الفطار مثلا تصلي التراويح تاعك وتونتريني باش تطلع. ولا مثلا تحب تمارس مثلا رياضة الجري ولا ديكريسي تسولاجي بها فيها بزاف امور. ما شاء الله. الله يعيشك. وتحس براحة أفضل ولا؟ حاجة باينة. يعطيك الصحة. الله يسلمك. صحة فطور. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم؟ صحة رمضانكم. الله يسلمك. الصحة والعافية إن شاء الله. آمين إن شاء الله. الحمد لله. الصحة. الله يسلمك. رانا نشوفكم ناشطين هنا يا ربي يبارك. الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. يبارك فيك. معكم حصة أسئلة عامة راح نفوتوها على صفحة خنشلة الواعية. في هذا الشهر الفضيل راح نطرحوا عليكم بعض الأسئلة برك حول الرياضة. شحال عندكم نتوما تمارسوا الرياضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة عرباوي رفيق نقدموا لك ساعة نفسي. ربي يبارك. يبارك فيك. عرباوي رفيق بطل الماراثون، بطل الجزائر في الماراثون 2 مرات، بطل العالم بالسويد ماستر في الماراثون، بطل افريقيا بالكاميرون. الحمد لله يا ربي. يعني ملي كنا احنا نمارسوا في الرياضه هذه يعني كي يقول لك واحد بطل العالم يعني وحياته هو سبور، واش يجي تما كما نقولوا حنايا. وديما حنا درك حاليا رانا في الغابه في رمضان، رانا قاعدين كما نقولوا حنايا نريضوا تما كما نقولوا حنا نديروا سبور في رمضان. لازم ديما دير سبور قبل المغرب على الاقل بساعه، باش كما نقولوا حنايا باش تستفاد من الحصه هذه. هذا هو الشيء اللي خلانا نجيو نريضوا في رمضان الوقت هذا. وش هو يعني هل في شهر رمضان تكون الرياضه افضل ولا في اشهر الافطار؟ هو في اشهر الافطار احسن من رمضان، على خاطر في الافطار يكون كما نقولوا حنايا الجسم تاعك الكور تاعك يكون معمر بالماء، يكون فيه لي فيتامين. ولكن في رمضان قادر يكون واحد ما يمارسش قبل رمضان، يكون ما يمارسش الرياضه، ما يقدرش يمارسها في رمضان، يدخل ديريكت تما يبدا يمارس، يبدا بالعقل، ما يدخلش ديريكت تما كما نقولوا حنا على اساس انه هو باش يدير الرياضه. الله يعطيك الصحه. ربي يبارك. اليوم وصلنا الى نهايه الحلقه الاولى من حصه اسئله عامه. نقول لكم الى اللقاء في حلقات اخرى، وصحه فطوركم والسلام عليكم.